اهلا بيكم في حلقه جديده واضطراب جديد من سلسله حلقات الاضطراب في الكبسوله. النهارده هنتكلم عن اضطراب جديد وهو ثنائي القطب. الاول لازم نعرف ايه هو ثنائي القطب ومين اطلق عليه الاسم ده. ثنائي القطب ده اسم جديد للاضطراب لانه كان معروف باسم الهوس الاكتئابي، واللي كان اطلق عليه الاسم الهوس الاكتئابي ده هو الطبيب الالماني إيميل كربلين، وده سنه 1896، وفضلوا يستخدموه لحد القرن العشرين، ولكن الجمعيه الامريكيه للطب النفسي اطلقت عليه ثنائي القطب. كده نكون عرفنا مين اطلق المصطلح ده وامتى والجزء التاريخي الخاص بالاضطراب. ولكن قبل ما اقول لك ايه هو ثنائي القطب، تعالى اقول لك ليه اتسمى بالاسم ده. وتسمى كده لانه من قطبين، القطب الاول القطب اللي هو الاكتئاب، والقطب الثاني الهوس، والاثنين بيتبادلوا مع بعض. يعني المريض ممكن يكون عنده القطب الاول اللي هو الهوس، والمقصود به هنا المرح والنشاط الزياده، وممكن يكون عنده اكتئاب اللي هو الاكتئاب المقصود به هنا البطء الحركه والزعل والحزن. وساعات ممكن يكون في الاثنين في نفس الوقت، يعني ممكن يكون بيضحك وزعلان في نفس الوقت. وكده نقدر نعرف ايه هو ثنائي القطب. ثنائي القطب هو اضطراب ذهاني او اضطراب عقلي. الاضطراب ده هو عبارة عن اضطراب انفعالي، المريض بيتبادل فيه بين طورين، طور الهوس وطور الاكتئاب، او بيكون هما الاتنين موجودين عند نفس الشخص. بيحصل بين كل طور والتاني فترات اسمها فترات انتقالية، الشخص بيبدو فيها شخص طبيعي وعادي جدا. الفترة دي بنسميها بالجنون الدوري. عمالين نتكلم عن الهوس والاكتئاب، طب ما تيجي نعرف ايه هي اعراضه؟ الهوس او الاكتئاب بيكون لهم درجات، وطبعا الدرجات دي بتختلف على حسب شده ظهور الاعراض على المريض. تعال نعرف بقى ايه هي الدرجات دي. عزيزي قبل ما نكمل عايزين نعرف حاجات مهمه، وهي ثالوث الهوس. ثالوث الهوس ده عباره عن 3 اعراض. الاول المرح، وساعات بيتبدل بالغضب او الخوف. تاني حاجه زياده النشاط الحركي. تالت حاجه تطاير الافكار، يعني بينسى الافكار بسرعه. أول درجات الهوس وهو الهوس الخفيف. الهوس الخفيف دوت بيكون المريض بتاعه الثالوث بتاعه بيكون خفيف، يعني مش قوي. بيكون المريض دوت متصل بالواقع وعارف هو مين وبيعمل ايه، وواعي ومدرك لكل حاجه. وكمان الذاكره بتاعته بيكون سليم، يعني ما فيهاش مشكله مثلا، وكمان بتتحسن. المريض دوت قليل جدا لما يعمل سلوك شاذ او سلوك يخالف المجتمع، وكمان قليل جدا لما تلاقيه مستقر في مكان، لانه هو نشط جدا وحيوي. تاني نوع عندنا وهو الهوس الحاد، وفي النوع دوت بتزداد شده ثالوث الهوس، اللي بتخليه لا اما يكون بيسخر او بيتريق على اي حد بشكل هجومي، لا اما بيخليه غاضب جدا وكمان بعدوان، ويكون حساس جدا من اي حاجه. وكمان بتزداد شده انتباهه لاي مؤثرات حواليه، سواء مؤثرات داخليه او مؤثرات خارجيه. وكمان المريض دوت علاقته بالمجتمع اللي هو فيه بتكون بايظه، لانه طبعا هو مش بيراعي اي عادات للمجتمع اللي فيه، ولا اي تقاليد ولا اخلاق حتى كمان. ده غير طبعا ان هو فكره ان هو بيكون عنده مشكله في ادراك الواقع، مبيبقاش عارف هو مين او بيعمل ايه. كمان في حاجه كمان، ايوه، في ان هو بصيرته بتضطرب. يعني لو سالته انت مريض حاليا ولا لا، يقول لك قبل ظهور الاعراض يعني ان هو كان مريض ولكن دلوقتي خف، ولكن العكس هو حاليا عنده الاعراض، والاعراض بتثبت ان في وجود مرض. كمان في حاجه، ايوه، كمان ان علاقته وادراكه للبيئه مش مظبوط. ليه او بيختل؟ لان حاليا هو مش عارف هو مع مين، ولا حتى المكان اللي فيه موجود فيه، ولا حتى عارف مين اللي حواليه. وتالت نوع معانا هو الهوس الهذياني، ويعتبر النوع دوت من اشد انواع الهوس، وبتتطور حاله المريض من هوس خفيف لهوس حاد لكمان لهوس هذياني. وكمان ممكن يحصل اصلا المريض فجاه هوس هذياني. طب ايه اعراض بقى الهوس الهذياني؟ اول حاجه تهيج شديد، بيكسر كل اللي حواليه وبيحاول يحتدي على الاخرين. تاني حاجه ان بصيرته تضطرب تماما، يعني مش على وعي بالدنيا اصلا. كمان بإدراكه للبيئة من حيث الزمان والمكان والأشخاص منعدم. غير كده كمان إن هو عنده هلاوس وعنده ضلالات زي الشك في الآخرين. وبكده نكون عرفنا إيه هي الأعراض بتاعة الهوس الهذياني، واتكلمنا عن الدرجات بتاعة الهوس كلها. نرجع نتكلم بقى عن درجات الاكتئاب. أول نوع في درجات الاكتئاب البسيط. وقبل ما اعرف ايه هو الاكتئاب البسيط، لازم نعرف حاجة مهمة اسمها ثالوث الاكتئاب. هو بيتكون من 3 اعراض.
بطء في الحركة، بطء في التفكير، مزاج مكتئب، وكمان بيتبادل مع القلق والخوف. في الاكتئاب البسيط الأعراض بتكون خفيفة. بعد كده المريض هنا مفيش أي سبب عنده للهموم والأحزان اللي هو بيحس بيها. كمان بيكون عنده مشكلة في التركيز والاستيعاب، وكمان مش بيقدر ان هو يكتب على الرغم ان هو بيقدر يقرأ عادي خالص. وكمان بيكون عنده مشاكل وأعراض جسدية زي الصداع وكمان الإمساك والأرق. ومش بس كده، كمان بتقل شهيته للأكل وبيقل نومه. كمان في الاكتئاب البسيط المريض هنا بيكون بيتكلم مع اللي حواليه بصوت منخفض جدا، ومش بيهتم باللي حواليه، وكمان بيكون فاقد الشغف في اي حاجة. النوع التاني من الاكتئاب اسمه الاكتئاب الحاد. هنا الاكتئاب بيكون مرتفع وبيكون كمان واضح وشديد. المريض هنا بيكون منعزل عن الآخرين وغير مختلط بحد، وهنا بنتنبأ ان هو مش بيتكلم او بيتكلم قليل لان استجابته بتكون بطيئة ومتأخرة. وكمان بيعاني من ضلالات وهلاوس بتدور حول اتهام الذات وكمان الشعور بالذنب. وكمان بيعاني من المشاكل او الشكاوي الجسدية بتاعته بتزداد وبيميل اغلبها الى الهموم. وكمان بيحصل له افكار انتحارية، وكمان بيحاول ان هو ينتحر وقد يصل اغلبها الى التنفيذ. وكمان بيعاني من مشكلة ان هو مش عارف اللي حواليه ولا الاشخاص ولا الاماكن ولا الزمان. ثالث نوع من الاكتئاب اسمه الاكتئاب الذهولي، وده اشد انواع الاكتئاب. ايه هي اعراض الاكتئاب الذهولي؟ اول حاجة ان المريض بيشعر بالهمدان ومش قادر يتكلم ومش قادر يتحرك ولا يعمل اي فعل من الحاجات البسيطة زي دخول الحمام او ان يبلع لعابه. تاني حاجة من الاعراض بيبدو للي حواليه بانه ما عندوش مشاعر، في حالة ان هو اصلا في اشد حالات القدر والقنوط والحزن، ومش قادر يعبر للي حواليه عن الحزن ده، وهيحكي بعد شفائه عن الحزن ده وكمان كيف ظن انه مات، وده اسمه ضلال انعدامي. كمان من الاعراض ان ادراك المريض لبيئته بيضطرب لانه مش عارف ولا زمان ولا مكان، كانه شخص في غيبوبة تماما، وبتتأثر حالته الجسدية، وبتلاقيه كمان جلده بقى ترابي، جسمه بقى ضعيف، لسانه متغطي بطبقة من القذورات. وكمان مش بس كده، لا ده اكن شخص ميت قدامك. ومش بس كده برضو، بيكون عنده افكار انتحارية، ولولا ان هو ما عندوش قدرة على الحركة كان نفسها، ولكن عندما يتحسن صحته من حيث الحركة هيقدر ينفسها. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من ثنائي القطب، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب تكونوا استفدتم. ما تنساش بقى الشير واللايك بتاعك عشان نقدر نكمل كمان. وكمان محتاجين آرائكم في الكومنتات تحت، وكمان تكتبوا لنا ايه الأهم الاضطرابات اللي انتوا حابين نتكلم عنها. سلام.